بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباقي من النقاط 9 فقط، ويحصد الأهلي بطولة الدوري العام، لأنه حاليا وصل للنقطة 72 منفردا بالصدارة بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا 4-1، وتصدر الدوري العام منفرد. ومان اوف ذا ماتش الفدائي وسام ابو علي. وتتوالى الارقام القياسية للاهلي وللمدرب وللاعبين. في البداية نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول تشكيل النادي الاهلي النهارده في المباراة ضد سيراميكا كليوباترا: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، أكرم توفيق، مروان عطية، محمد مجدي قفشة، إمام عاشور، رضا سليم، وسام أبو علي. المعلق كان محمد الشاذلي. واللعيبة وقفوا دقيقة حداد على وفاة المرحوم محمود صالح من جيل الزمن الجميل، ربنا يرحمه رحمة واسعة. يبدأ الشوط الأولاني كالعادة سيطرة من الأهلي ودفاع محكم وقوي من سيراميكا كليوباترا، مع هجمات مركزة وخطيرة مع قلتها من سيراميكا كليوباترا، لكنها كانت في الحقيقة خطيرة، وفرص لقفشة وعاشور بتضيع في الشوط الأولاني. في الدقيقة 36 بداية الفرج، إمام عاشور ادى كورة أو شاط كورة جميلة جدا لوسام، مسجلا الجون الأول. محمد هاني من اليمين ادى لإمام عاشور أمام منطقة الجزاء، إمام عاشور شاط، جت في رجول اللعيبة واتصلحت لوسام أبو علي اللي أودعها المرمى، محرزا الجون الأول للأهلي والجون ال13 له. فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة من إمام قوية جدا إلى وسام لخارج المرمى، وانتهى الشوط الأول 1-0 لصالح النادي الأهلي. طب نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقول الشوط الثاني بيبدأ. وفي الدقيقة 49 هدف مباغت لأحمد القندوسي من لخبطة أمام مرمى محمد الشناوي في منطقة الجزاء، وصلت للقندوسي من صديق إجولة اللي كان أخطر لعيبة سيراميكا كليوباترا. بيحرز الهدف لحظة خروج الشناوي مسجلا الهدف التعادل لسيراميكا بقدم القندوسي. نكمل الشوط الثاني، ووسام في الدقيقة 56 ورط سعد سمير في ضربة جزاء، لأن وسام مناكف ما بيسكتش في منطقة الجزاء. سعد سمير عمل فاول داخل منطقة الجزاء ضد وسام أبو علي، ويحرز الحكم أو يعلن ويحتسب ضربة جزاء لصالح وسام أبو علي. تتوقف المباراة بعد دقائق لاعتراض الإداريين بتوع سيراميكا كليوباترا، لكن اللعيبة بترجع تاني. وفي الدقيقة 64، يعني الماتش وقف من 56 دقيقة 56 للدقيقة 64 لما إمام عاشور شاط البلنتي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي. في الدقيقة 37 فرصة خطيرة من صديق إجولة، هو كان أخطر لعيبة سيراميكا كليوباترا. حصل التبديلات، ندفد نزل مكان قفشة، وحسين الشحات نزل مكان رضا سليم، و8 دقايق وقت بدل ضايع بيحسبهم الحكم محمد معروف. بعدين بيحصل تبديل في الدقيقة 93، عمر كمال عبد الواحد بينزل بدلا من إمام عاشور اللي كان بان عليه التعب والإرهاق للمجهود الكبير اللي بذله. ويجي لك في الدقيقة 96
فاول ضد مروان عطية تصدى ليها وسام أبو علي ليحرز الهدف الرابع على يحرز الهدف الثالث على يمين بسام. الهدف الثالث تصبح النتيجة 3-1 للنادي الأهلي، والهدف الثاني لوسام أبو علي. وبعدين في الدقيقة 97 عمر كمال عبد الواحد بيحرز الهدف الرابع من نص الملعب، وينفرد مع محمد بسام من تمريرة حريرية من وسام أبو علي. في الدقيقة 98 كهربا بينزل بدل وسام أبو علي، ده تغيير للتكريم لوسام، وياسر إبراهيم بينزل لمحمد عبد المنعم. ياسر إبراهيم بينزل بدل من محمد عبد المنعم، وتنتهي المباراة والنتيجة 4-1 لصالح النادي الأهلي، وباقي للأهلي 9 نقاط من 6 مباريات عشان يحرز لقب الدوري العام والبطولة المفضلة له. وإن شاء الله نلقاكم من انتصار لانتصار، وإلى لقاء آخر، نشوفكم على خير والسلام عليكم.